المسرحية هي والله مش هتخلص يا باشا. ده الفصل الكام في مسرحية بطولات النادي الأهلي الحرام. عرفت يا بيه، انت بتاخد بطولات وتفرح بيها وجمهورك بيب بيب أهلي ومفيش غيره يفرحني ومفيش غيره معرفش ايه. عرفت بطولاتك بتاخدها ازاي؟ دي البطولة الكام؟ الحرام. البطولة الكام؟ الحرام يا سيدي. افرح يا باشا وانبسط. انبسط يا عم، انبسط يا عم، من حقك، انت بتشجع الاهلي. النادي الاهلي العظيم اي حاجه ناجحه بيمد ايده ياخدها ويمشي، دي بتاعتي. عاجبك ولا مش عاجبك يا عم؟ هو كده، هو ده النادي الاهلي، وهي دي بطولات النادي الاهلي، وهي دي طريقه النادي الاهلي في شراء اللعيبه. يعني النهارده مين اللي جاب الاجوان؟ زيزو رفع الكره لبن شرقي حطها جون. زيزو وبن شرقي دول كانوا فين؟ كان مين يعرف عنهم ايه غير لما جم الزمالك والزمالك لمعهم ونجمهم؟ انت عندك حاجه ناجحه فهمد ايدي اخدها منك ويلا يا حبيبي مع السلامه. مروان عطيه كان بيلعب في الاتحاد. تعالى يا ابني، انت بتعمل ايه في الاتحاد يا حبيبي؟ تعالى يا حبيبي، تعالى وسط هنا. فين ابنائك يا باشا؟ فين ابنائك يا نادي اهلي يا عظيم يا عريق يا خطير يا فظيع؟ فين يا بيه؟ فين يا سيدي؟ يا باشا بطولات النادي الاهلي معظمها 90%، المره اللي فاتت قلت 80، المره دي 90% من بطولات النادي الاهلي مشكوك في امرها. ماشي، مبروك لجمهور النادي الاهلي المحترم. المحترم بقى اللي هو عارف ان الكلام ده حقيقه ومقتنع بيه ويقول لك يا باشا انا عادي، انا مالي يا عم، انا بشجع النادي ده. لكن جمهور نادي الزمالك الغلبان التعبان الشقيان ورا النادي، اصبر على النادي. احنا اتكتب علينا ان احنا نبقى زملكاويه، فهنفضل ورا الزمالك مهما كان، كسبان او خسران، تعبان او عيان او جعان. لا مؤاخذه يا زيزو يا اللي بتبان على حقيقتك، لا مؤاخذه يا زيزو يا اللي بتبان على حقيقتك. النهارده الجمهور ادالك بما فيه الكفايه. فانت النهارده من اسوأ اللعيبه اللي ارتدت تيشيرت نادي الزمالك احمد السيد زيزو. بجد والله العظيم، وانا ندمت وندمان لحد دلوقتي على اي حاجه قلتها عنك كويسه. انت لعيب فعلا لا تصلح ان تكون قائد لنادي الزمالك، والحمد لله ان انت بنت على حقيقتك ورحت مكانك اللي انت تستحقه. تمام. مبروك لجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. اوعى تزعل، الزمالك كده وهيفضل كده عشان بطولاتنا حلال. سلام.